حياكم الله. يلا شيخنا الشيخ سعد بارك الله فيك. سلمت، الله يبارك فيك ويحييك. أول شيء يا شيخ، كتب الله أجرك على أنك رسمت لنا قدوة، ووضعت لنا قدوة حسنة في ظهورك بعد وفاة والدك، وقيامك بالجواب الكافي وأداء أعمالك. الآن عندنا بعض الأسر عندهم فقيد من قبل رمضان وما زالوا حزينين عليه ويبكون عليه ويعلقون صوره، حتى عيد الفطر لم يعيدوا حزنا عليه وبالغوا في الحزن. واقتدوا بهم كثير من الناس من الأقارب، إذا فقدوا فقيد قالوا ما هو بغلى من فلان وعلان، وصار هذا سير. فودنا بتوجيهك. الحزن على الميت في البداية، أنه بعض الناس يعني يظل يحزن على الميت لمدة أشهر ويكون الحزن هذا شديدا ويستمر معهم، وتوجيهكم لمثل هذا. أولا العبد يعلم أن هذه الدار أقيمت لعبودية الله جل وعلا، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلو قدر أن الإنسان قام بعبودية الله لكان قد أدى الهدف الذي من أجله خلق. أما حزن الإنسان على المصائب التي تصيبه فليس أداء للمهمة التي خلق من أجلها. ثم إن هذه المصائب قد أصيب المسلمون بأكبر منها، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصيب بمصيبة فليتذكر مصيبته بي، فمصيبتنا بوفاة المصطفى صلى الله عليه وسلم أعظم وأكبر. ومن هنا فإن كل مصيبة بعد ذلك هي أقل من تلك المصيبة العظمى الأولى. وإذا نظر الإنسان إلى حال الصحابة رضوان الله عليهم عندما جاءتهم هذه المصيبة العظيمة، ووجد ما لديهم من قيام بشرع الله وإرسال الجيش لمقاتلة الروم وتجميع أنفسهم لمقاتلة المرتدين، وجد عندهم من الأعمال العظيمة التي أدوها مع كونهم قد أصيبوا بتلك المصيبة العظيمة. ولذا فإن هذا الحزن لا يستفيد منه الميت بل يتضرر. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. والمراد بذلك أن الميت ينقل له أن أهلك يبكون عليك، وبالتالي يتأذى بهذا الخبر الذي وصله. ثم هذا الحزن لا يعيد مفقودا ولا يكسبهم لأمر محبوب ولا يبعد عنهم أمرا مكروها، وبالتالي لا ثمرة لهم فيه ولا فائدة. ولهذا إذا نظر الإنسان إلى التوجيهات القرآنية يجد أنها ترغب في ترك الحزن وعدم أن يكون مستمرا مع الإنسان. ولذا قال: فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، في نصوص كثيرة. وما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنا لفراقك لمحزونون، هذا حزن يأتي للإنسان من غير طلب منه ومن غير اختيار، وهو متأسف أو راغب في أن يقدر الله جل وعلا الأمر المحبوب. فالمقصود أن مثل هذا لا يصح أن يستدل به، خصوصا إذا كان الإنسان سيترك أمرا واجبا عليه من قيام بوظيفة أو بنفقة على نفسه وعلى أهل بيته أو نحو ذلك. ومن ذلك ما يتعلق بالواجبات الكفائية من مثل الأمر بالمعروف، ومن مثل دعوة الخلق إلى الله عز وجل، ومن مثل توضيح معالم دين الله جل وعلا. ومن هنا فإن اشتغال الإنسان بالطاعات مع ورود المصائب التي ترد إليه هذا دليل على رغبته في عبودية الله جل وعلا وعدم تأثير مثل هذه الأقدار الكونية عليه. والواجب على المؤمن أن يكون صبورا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. ولذا ورد في النصوص الترغيب في الصبر والأمر به والحث عليه، كما في قول الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وكما في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، وقوله: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ونحو ذلك من النصوص التي ترغب في الصبر. وإذا علم العبد أنه
يؤجر الأجر العظيم على صبره، وإذا رضي عن الله رضي الله عنه، حينئذ لن يجد الحزن له طريقا إلى قلبه. فهذا الحزن لا فائدة منه ولا ثمرة فيه، ولا يعود بالنفع على الإنسان، بل يثبطه عن همة أداء الأعمال الصالحة التي يؤجر العبد بها الأجر الكثير. ولذلك فالوصية لإخواننا جميعا أن يتقربوا إلى الله جل وعلا بالصبر على مصابهم، وبالاستمرار في الخير، سواء في الأعمال العبادية أو الدعوية أو ما يقرب الإنسان إلى الله جل وعلا. واستفادة الميت بأداء قرابته لهذه الأعمال استفادة عظيمة. ولذلك مثلا الوالد إذا ربى أبنائه على الخير والطاعة فاستمروا على ذلك العمل كان له أجر مماثل لأجرهم. ولذا قال تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. من الأثر ذلكم الولد الصالح الذي يستمر على الطاعة أو يدعو للوالد، فيكون مستفيدا بهذه الأعمال التي يؤديها الولد. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فوصيتي إلى الأخوة الذين ذكرهم السائل أن يتقربوا لله جل وعلا بإبعاد هذا الحزن عنهم وبالاستمرار في أعمال الخير. إذا كانوا يريدون أن ينفعوا قريبهم فعليهم بالدعاء، عليهم بالصدقة، عليهم بصلة الرحم التي توصل من طريق قريبهم المتوفى، عليهم أن يتقربوا إلى الله ببر من بينه وبين أبيهم صحبة وصداقة، فإن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على رسول الله.